السلام عليكم. معاكم المهندسة طه محمد. النهاردة هكمل معاكم الجولة اللي ابتديناها في الفيديو اللي فات عن الديكورات الفرنسية وطريقة فرشهم للمنازل الخاصة بيهم. اول حاجة كده ده الجزء الخاص بالغرف النوم اللي هي الرئيسية. هوريكم كذا شكل، منها الديكورات الفاتحة اللي هي الابيض، ومنها الغامقة اللي هي الجراي او الاسود. غرف النوم الفاتحة زي ما انتم شايفين بتبان في الاغلب ان هي اوسع. هنا بقى جزء خاص بالدريسنج روم برضو شكله مميز. انا عامله لكم فيديو مخصص عنه قبل كده، هحط لكم اللينك فوق في الفيديو. وقايله لكم برضو على طريقة الشبك دي وفايدتها، ان هي بتنفعنا، بتسهل علينا يعني جو ان احنا نستخدم الهدوم بطريقة اسهل. بتخلي درجة الوصول للهدوم او الملابس بشكل عام اسهل واسرع من الدواليب العادية. انا هوريكم كذا شكل الديكورات، منها غرف نوم بسيطة او صغيرة زي الغرفة دي. هي غرفة نوم أشخاص طبعا بالغين، ولكن برضو هي حجمها صغير. يعني ممكن هنا، علشان قلت لكم قبل كده ان السكنات بتاعتهم مساحتها صغيرة، فهم بيوفروا امكانية غرف النوم الكبيرة اللي هي زي دي، او غرف نوم بسيطة وحجمها اصغر زي اللي فاتت. برضو انا جايبه لكم جو اللي هو فكرة الدريسنج روم او الدولاب، وكل شخص بيختار على حسب المساحة وعلى حسب امكانياته. هنا بقى غرفة النوم الوحيدة اللي انا يعني ما حبتهاش قوي، فيها حاجات كده مش مريحة. زي مثلا جزء التلفزيون اللي هو متركب في السرير. ممكن في اشخاص تحب الجزء ده، ولكن انا ما بفضلش انه يكون التلفزيون بالطريقة دي او بالقرب ده. ده غير ان هو مهما كان طريقة تثبيته الا انه برضو معرض انه يقع. في نفس الوقت قريب جدا، يعني ما بيسهلش ابدا عملية النوم، مع ان يعني غرفة النوم المفروض ان هي مكان للراحة. لو محتاجين تلفزيون او كده نقدر نعلقه بطريقة تانية. غرفة النوم دي عجبتني الماتيريال بتاعها، وعجبني طريقة تركيب كذا ماتيريال مع بعضه، اللي هو الماتيريال الابيض والماتيريال اللي يشبه الخشب. ده بيعلمنا ان احنا ممكن نحصل على غرف نوم بسيطة، ولكن برضو بطريقة مودرن وشيك ومتنوعة. غرفة النوم دي اللي عجبني فيها الإضاءة اللي هي غير تقليدية. الكفر بتاع الحيطة او ورق الحائط بتاع الحيطة ممكن برضو ناخد من دي استفادة او فكرة نعملها في غرفة نومنا. غرفة النوم دي شكلها حلو وبسيطة وكل حاجة، بس انا شايفة انها تصلح لمثلا شقة في مصيف كده، لكن ما تصلحش مثلا في غرفة نوم او في شقة مثلا عروسين او كده. هنا بقى الماتيريال برضو مميزة وكل حاجة. هنا المختلف في غرفة النوم دي الكومود اللي هو المعلق، اللي هو مش يعني مش نازل لحد الارض. برضو هو شكله حلو وبسيط وكل حاجة. برضو ده بينفع الاشخاص اللي هم مثلا بيحبوا النظافة باستمرار والحاجات دي يعني. نيجي بقى لغرف النوم الأطفال. ده برضو سرير، ولكن برضو مش موجود عليه المرتبة بتاعته. لو لاحظتوا في زي مثلا يافطة كده ممنوع صعود الأطفال، مع ان دي غرف نوم أطفال، بس طبعا ممنوع الصعود في المكان. مش قصدهم ان ممنوع الصعود تماما، لان اكيد طبعا الأطفال هتستخدم السلم. هنا بقى اللي هنستفاده من غرف النوم دي، طبعا علشان مش متداول ان غرف نوم الاطفال هنا تكون حجمها كبير، فهم بيستفادوا من المساحة ان يكون في كذا طفل في نفس المكان، ومنها يستخدموا السرير كدولاب، ومنها برضو مكتبة، ومنها ممكن زي الشبكة دي لحاجة يلعبوا بيها. يعني بيستخدموا السرير كذا استخدام. طبعا في امكانيات كتير نقدر نوفرها. انا جايبه لكم كذا فكره نقدر نعملها في غرف نوم الاطفال، حتى لو كانت غرف الاطفال دي غرفه صغيره. نيجي بقى للحاجات اللي هي زي الكماليات، زي مثلا الجزامة او اللي هي الدولاب او بوفيه بسيط كده، ممكن نستخدمه مثلا تحت التلفزيون. لو احنا مش عايزين اللي هو حجمه كبير، ممكن نستخدمه كبليكار او دولاب صغير للاطفال.
هنا بقى انا كنت بديكوا فكرة سريعة عن الاضاءات. انا لاحظت ان هنا طبعا مفيش جو النجف الضخم الاوفر سايز بقى والهيوج الضخم قوي والحاجات اللي هي مبالغ فيها. انا بديكوا فكرة كده بسيطة، وهبقى اعمل لكم عن الاضاءات فيديو مخصص. نيجي بقى لاهم جزء واكتر جزء انا حبيته في الديكورات الخاصة بالديكورات الخاصة بالفرنسيين. المطابخ بتاعتهم من اروع ومن اجود ومن افضل. يعني انا لو قعدت اشكر في المطابخ والماتيريال يعني والتصميم وكل حاجة فيها، من اروع الحاجات اللي ممكن نشوفها. هنا انا كنت بوريكم، يعني بحاول افتح كذا درج علشان اوريكم اللي هي المنظمات الخاصة بالمطابخ، اللي انا برضو عملت لكم فيديو مخصص عنها، اللي هي بنستفيد منها في المطبخ، وفي نفس الوقت بتوفر علينا موضوع اللي هو اللخبطة والحاجات دي. هنا بقى الجزء ده لاحظت ان هو مميز في المطبخ، زي نيش كده بسيط، نيش صغير ياخد الحاجات الخاصة بالمطبخ بس بطريقة معينة. انا شفته مميز، والاول مرة برضو بشوفه بالطريقة دي. وانا ممكن نزيد عليه جو اضاءة كده بسيطة داخلية ليه، هتخلي شكله اروع. هنا بقى المطبخ التاني، انا هوريكم كذا مطبخ وكذا ماتيريال، وهوريكم امكانية او الحاجة اللي هي مثلا مميزة في كل مطبخ. هنا برضو لاحظت في المطابخ الشفاطات هنا برضو من اروع الحاجات الموجودة في المطابخ. الماتيريال بتاع الاحواض برضو ماتيريال يعني بجد ممتاز، اللي هو عامل زي الجرانيت او الرخام، جودته عالية. السمك بتاع الضلف نفسه اللي هو السمك الدبل. تعتبر المطابخ هنا جودتها عالية جدا، علشان كده انا لاحظت ان اسعار المتر فيها ولكن هو يعتبر امكانياته عالية. هنا بقى الحوض ده يعتبر صغير، يعتبر مش عملي بالنسبة لاستخدامنا. دي يافطة كده موجود، ان طبعا علشان موضوع الكورونا وكده ممنوع يكون بينه وبين الشخص اقل من متر، طبعا علشان سلامة الجميع. هنا بقى الشفاطات من اجود طبعا الشفاطات اللي انا شفتها، واللي هي خاصة اللي هي ليها جزء بيخرج الهواء او الدهون. انا ما بفضلش الشفاط اللي هو موجود بس فوق البوتاجاز بس. ده برضو ماتيريال مختلف تاني. بالنسبة للأحواض، هنا الأحواض يعني أنا بصراحة كل حاجة في المطابخ هنا عجبتني. لاحظت انها كلها متميزة، كل مطبخ فيه فكرة مختلفة. طبعا الألوان يعني طريقة التصميم نفسه، حتى الرخامة بتاع المطبخ أنا لاحظت ماتريالات جديدة أنا أول مرة أشوفها. حتى البار بتاع المطابخ، انتوا شايفين سمك البار، يعني بصراحة حاجات مميزة جدا. المطبخ ده بقى مطبخ مختلف، في جزء إضاءة كده بين الضلف. طبعا المطبخ ده أنا لاحظت فيه شيء غريب جدا. الماتيريال بتاع الأبواب بتاع المطبخ نفسه من نفس الماتيريال اللي هي زي غسالة الأطباق والغسالات والحاجات دي. انا اول مرة اشوف مطبخ على الحقيقة مستخدم بالشكل ده او مصمم بالطريقة دي. حتى الزجاج اللي هو الفامي او الزجاج المستخدم في المطبخ ده برضو كان شكله مميز. الحوض طبعا حوض ستانلس، بس ستانلس جودته عالية جدا ويعتبر من اجود انواع الستانلس. هنا الماتريالات مختلفة. هنا بقى دخلنا على جزء اللي هو البلاطات الخاصة بالمطبخ، اللي هي البلاطات اللي فيها اشكال اللي بنستخدمها، او كل واحد بيميز شكل او بيحب شكل يختاره. برضو عجبني الماتريالات هنا. هنا طبعا المطبخ ده كان يعتبر اكتر مطبخ مميز لشكله، انه مش من متداول ان يكون في مطابخ باللون ده اللي هو اللون الاسمر، ولكن انا لاحظت ان هو شكله في منتهى الجمال على الطبيعة اكتر من الفيديو. حتى لاحظت برضو ان التصميم بتاعه شكله مميز. الاضاءات اللي بين الارفف، الماتيريال نفسها بتاع الخشب،
طبعا انا يهمني ان انتوا تكونوا استفدتوا من الافكار دي. انا هوريكم طبعا الفيديوهات او المطابخ كصورة كاملة للمطبخ، علشان لو حد حابب يصمم حاجة مشابهة ياخد فكرة من المطابخ. وعلشان انا برضو ما وردتكوش المطابخ بالكامل، في مطابخ تانية متواجدة انا ما وردتكوش تفاصيلها، فانا جايبه لكم الفيديو ده زي جولة كده سريعة في المطابخ بالكامل، علشان تشوفوا الالوان، الماتريالات. فيها الوان كتير غير الالوانات اللي احنا اتعودنا عليها. برضو لاحظت ان الاسمر اغلب الناس مش بتحبه، ممكن ما يكونش عملي في المطابخ اللي هي الالوميتال، لكن المطابخ الخشب المعالجة طبعا، كل المطابخ الاخشاب اللي انتوا شايفينها دي اخشاب معالجة، يعني من الداخل ضد ان هي تجمع حشرات، وفي نفس الوقت برضو المية ما تأثرش عليها. وده طبعا برضو من اكتر الحاجات اللي بتميز الفينيشنج بتاع المطابخ هنا. انا هوريكم طبعا باقي المطابخ اللي انا مورتهالكوش بالتفصيل. اتمنى اي فكرة من دي تعجبكم، واتمنى برضو ان انتوا تنفذوا حاجة منها في الواقع، لان المطابخ دي من اروع المطابخ اللي انا شفتها في الحقيقة. طبعا لو حد نفذ اي مطبخ من المطابخ دي، او حد محتاج اي استفسار عن ماتيريال او عن حاجة مخصصة في المطابخ دي، يكتب لي تحت في الكومنتات، وانا ممكن اروح المكان تاني واعمل لكم فيديوهات تاني بتفاصيل اكتر. وطبعا اسأل عن الماتريالات الجديدة اللي انا لاحظتها لأول مرة هنا في المطابخ دي. بنشكر المصممين الرائعين اللي صمموا المطابخ الفرنسية دي، لانها بجد مميزة ورائعة ومختلفة عن المطابخ اللي احنا تعودنا عليه. زي ما قلت لكم المكان ده مكان متكامل، هيسهل على اي حد بيجهز نفسه انه ممكن يجيب كل حاجة من نفس المكان. بقى في نهاية الجولة كنا خلاص خارجين. الجميل طبعا كان بيتمرجح، بس انا محبتش اضايقه، علشان كده صورت لكم الجزء ده بطريقة سريعة، زي القعدات او البرجولات الخاصة بالاسطح او الروف، الكراسي او القعدات الخاصة بالجناين. لو احنا عندنا بلكونة بسيطة ممكن نستخدم فيها الحاجات او الديكورات البسيطة دي. واقدر اعمل لكم قريب فيديو مخصص عن الجناين والديكورات الخاصة بيه. طبعا اتمنى تكون الجولة عجبتكم، وطبعا ما تنسوش تعملوا لي بقى لايك وشير وسبسكرايب لو انتوا جداد في القناة. اتمنى تكون الجولة اتبسطتوا بيها، ولو استمتعتوا بيها طبعا اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ده شيء يسعدني وشيء يفرحني. باي باي.